اهلا بيكم في مطبخ سمر ووصفة مميزة زي ما تعودنا. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الحاتي، وهنشوف الطريقة مميزة وسهلة وبسيطة جدا، والمكونات كمان سهلة وبسيطة جدا بدون اي تعقيدات. نشوف مع بعض المكونات. نص كيلو لحمة مفرومة ناعم، ربع كيلو دهن، بصلة صغيرة مفرومة ناعم جدا ومصفينها خالص من المية، والتوابل اللي عندنا ملح، فلفل اسود، بهارات حسب الرغبة. دلوقتي هنبتدي بقى نحط المكونات على بعضها ونقلبها كويس جدا، وهنفضل ندعكها لغاية ما تنعم خالص. زي ما احنا شايفين هنقلبهم كويس جدا وندعك اللحمة كويس جدا لغاية الدهن ما يدوب فيها كويس وتنعم خالص، علشان واحنا بنصبعها الدهن ما يفكش منها وتمسك كويس في السيخ. بالنسبة للحاجة اللي هتدينا ريحة الشوي، هنعمل حفرة بسيطة في وسط اللحمة، هنحط فيها ورق ألمونيوم وفحمة طبعا مولعينها على البوتاجاز. هنحط عليها معلقة سمنة سايحة ونغطيها على طول، علشان طبعا دي الريحة هتدينا ريحة الشوي. لو احنا طبعا هنشويها في البيت على البوتاجاز او في الفرن، دي هتطلع ريحة الكفتة كأنها مشوية على الفحم بالظبط. هنغطيها ونسيبها حوالي مثلا دقيقتين 3 لغاية ما نحس ان هي خلاص اتشبعت كلها بريحة الدخان، وبعدين نفتح بقى الغطا ونبتدي نصبعها. دي مية البصل اللي احنا طبعا صفيناه من البصل اللي حطيناه على الكفتة. واحنا بنصبع هنبل ايدينا كده بمية البصل، وبعدين نصبع الكفتة فبحيث ان هي تديها بس ريحة، لكن برضو ما بنحطش مية البصل عشان ما تخليهاش تفك. وكمان احنا بنحط بصل بسيط في الكفتة، علشان ده اللي بيخلي الكفتة تفك مننا. دلوقتي كده احنا حطيناها خلاص، رصينا الكفتة كلها في الصينية، وزي ما شفنا هي مرتفعة شوية علشان لما الدهن ينزل ما تفضلش تشرب الدهن بتاعها. وهنحطها في الفرن، ومش هتاخد وقت طويل، يا اما نحطها تحت الشواية يا اما نحطها والفرن يكون عالي عشان برضو ما تاخدش وقت طويل وتنشف مننا. دلوقتي هنشوف مع بعض السلطة الخضراء ونشوف ايه اللي بيميزها وتبقى زي سلطة المطاعم بالظبط. عندنا مية بصل، خل، بابريكا، نعناع ناشف، ملح، وقرن فلفل حامي هنقطعه صغير ونضيفه على مية السلطة قبل ما نعمل السلطة. دولت هنسيبهم مع بعض كده شوية حوالي 5 دقايق على بال ما نعمل السلطة، وبعدين نضيفهم على بقية المكونات. وطبعا من الحاجات المهمة جدا في السلطة ان احنا بنضيف لها شبت وكزبرة خضراء، ده اللي بيدي الطعم برضو المميز اللي زي بتاعة المطاعم بالظبط. ونحاول برضو الخضار ما نقطعوش صغير قوي، وهو عبارة عن طماطم وخيار وبصل بس، وزي ما قلنا الخضرة اللي احنا هنحطها الشبت والكزبرة الخضراء. بعد ما خلصنا المكونات كلها مع بعض هنديها بس عصرة ليمونة، حوالي نص معلقة او معلقة صغيرة.
فنقلبهم مع بعض. شايفين كده بقت شكلها زي سلطة المطاعم بالظبط، والطعم ان شاء الله هيعجبكم جدا وهتبقى حاجة مميزة. دلوقتي هنشوف مع بعض سلطة الطحينة ونشوف ايه اللي بيميزها وبيعملوها ازاي في المطاعم. دلوقتي عندنا طحينة، هنحط لها معلقة كبيرة زبادي، هو ده اللي بيديها اللون الفاتح وبيديها سماكة بتبقى مختلفة عن اللي احنا بنعملها العادية في البيت. هنقلبهم مع بعض كويس لغاية ما ندوب الزبادي في الطحينة. وبعدين هنضيف لها الليمون، حوالي نص ليمونة، وحوالي معلقة خل. طبعا برضو الخل والليمون والملح ده بيبقى على حسب طبعا يعني رغبتنا. هنبتدي نخففها شوية شوية بالمية عشان برضو ايه ما تخفش مننا، او احنا مش عايزينها تكون خفيفة قوي. هنضيف لها رشة بسيطة كمون وشطة حمراء، وطبعا الملح قلنا زي ما احنا قلنا على حسب الحاجة. شايفين مع بعض بقت عاملة ازاي؟ شايفين لونها؟ هي كده زي بتاعة المطاعم بالظبط. زي ما شفنا كده خلاص هي جهزت، طلعناها من الفرن. شايفينها طرية ازاي وبتلمع ما شاء الله زي الجاهزة بالظبط، وطعمها رائع. اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها وتبعتولي تعليقاتكم وان شاء الله تعجبكم.